لكن يبدو لي لحد الآن وبعد مرور 4 سباقات ونحن نشهد السباق الخامس، سباق 800 متر سوف يكون صعب حتى على الأبطال. انطلاقة السباق الخامس في تصفيات أولمبياد ريو دي جانيرو لسباق 800 متر الدور الأول. الأنظار متجهة في هذا السباق لصاحب الرواق الثامن أصبحت الآن كوكبة المغربي سمايلي، وكذلك البطل الأولمبي في 1500 متر مخلوفي الآن، وسمايلي في نفس المكان محاولة الخروج على مخلوفي، وكذلك سمايلي ما أراد التأهل أن يخرج قليلا لمتابعة هذا السباق اللي يتصدر الآن ستيفن لوبيز 56-41. سباق بطيء جدا. الإسباني هو اللي يقود في هذا السباق، محاولة الخروج من الثنائي العربي المغربي سمايلي وكذلك مخلوفي. سمايلي ينطلق من هنالك بشكل رائع، انطلاقة جيدة للمغربي الشاب مصطفى سمايلي. واصل يا مصطفى، زيد في السرعة. مخلوفي كذلك ينطلق مخلوفي في 100 متر الأخيرة. سباق سريع، نشاهد كوكبة واحدة لصيقة. مخلوفي محاولة الخروج ومحاولة التأهل وضمان التأهل. 2 من العدائين العرب ضامنين ربما التأهل إلى حد الآن. سمايلي في المركز الأول، مخلوفي في المركز الثاني. الآن مخلوفي يدخل ومخلوفي ينهي السباق وبكل سهولة في المركز الأول. الحمد لله، تأهل عدائين عربيين، ألا وهو في المركز الأول مخلوفي وفي المركز الثاني العداء المغربي مصطفى سمايلي. إذن عناق مغاربي جميل نتابعه في هذا الأولمبياد، أولمبياد ريو دي جانيرو. إذن النتائج إلى حد الآن من خلال 4 عدائين شاركوا إلى حد الآن، 3 متأهلين إلى الدور المقبل. شاهد السباق كيف العداء الشاب المغربي مصطفى سمايلي 19 سنة سجل دقيقة 49 و29. كان سباق بالفعل بطيء. مخلوفي دقيقة 49 و17، وفي المركز الثالث ومتأهل كذلك جيوردانو بينيديتي دقيقة 49 و40. فرقت